بتبدأ حكايتنا مع بطلنا هارو وصاحبه رانتا بيصحيه وبيقول له هتفضل نايم لحد امتى، وبيقاطعهم ماناتو القائد بتاعهم وبيقول لهم غيروا الهدوم وتعالوا للحديقة الخلفية ده وقت الفطار. وبيعتذر هارو لماناتو عشان المفروض هو اللي كان هيوضب الفطار، بس ماناتو بيقول له ولا يهمك انا عارف انك تعبان من القتال بتاع امبارح. وبيروح بعد كده ماناتو المطبخ وبيدي لاصحابه يومي وموج خضار جابوا في طريق رجوعهم امبارح، وبتبدأ شيهو تحضر الاكل وبيقعدوا كلهم ياكلوا بعدها. وبيلاحظ واحد فيهم ان الاكل ناقص شويه ملح، فبتقول له يومي ان الملح ثمنه غالي، وبيرد عليها ماناتو انهم لازم يوفروا عشان لحد دلوقتي ما قدروش يهزموا وحش واحد. وبيسالهم ماناتو اذا كانوا كويسين، وبيقول لهم ان سحر الضوء بتاعه بيشفي الجروح بس ما بيرجعش الدم المفقود. فبيقول رانتا ان هو كويس، وهارو هو كمان بيقول ان هو حاسس بشويه صداع مش اكتر. وبيرد عليهم ماناتو يروحوا الغابه مره تانية، وبيقول ليومو وشيهو انهم امبارح قتلوا 2 من وحوش الجوبلين بس لازم يقتلوا واحد بس عشان ما يتعبوش. فبيقولوا رانتا انهم لو استمروا في الهروب مش هيقدروا ياخدوا اول لقب ليهم، وان مجموعه رينجي ودي المجموعه المنافسه ليهم مستمرين في التقدم. فبيرد عليه ماناتو ان ده احسن ما يتهوروا ويتاذوا وان دي مش لعبه. فبيستغرب هارو من الكلمه وبيساله يعني ايه لعبه، فبيقول له ماناتو ان هو ما يعرفش بس جت في دماغه كده. وبيقول هارو لنفسه انهم احيانا بيقولوا كلمات مألوفه بالنسبه لهم بس ما يعرفوش معناها، زي الكلمه اللي بتيجي على طرف لسانك بس ما تقدرش تقولها، زي لما جه لعالم جريمجار اول مره وان هو ما يعرفش هو جه منين اصلا، بس اللي هو فاكره انه كان موقف حصل من كام يوم فاتوا لما صحي ولقى نفسه في مدينه غريبه ومعاه عدد كبير جدا من الناس، وبيرحب بيهم الشخص ده وبيقول لهم انهم في مدينه اورتانا. وبنعرف بعدها ان اسمه بوري، وده رئيس مكتب القمر الاحمر لفرقه متطوعين سريه على حدود اورتانا. وبيحاول واحد اسمه رينجي يقلل من احترام بوري، بس بوري مش بيسكت له وبيسكته خالص، وبيدي لكل واحد كيس فيه 10 عملات، واللي هينضم للفريق هياخدهم، واللي عايز مستوى يعلى هيدفع 20 عمله فضيه عشان ياخد شاره رسميه، ولو عايزين ياخدوا فلوس كتير لازم يهزموا الوحوش ويبيعوا الغنائم. ودي هي الاساسيات، وما ينفعش حد يقعد وما يشتغلش، لازم كله يشارك في القتال. وبيقول هارو ان في عالم جريمجار فيه وحوش كتير معاديه للبشر ومهمتهم هي مطاردتهم والقضاء عليهم، لان الجيش مشغول لحمايه المدينه اورتانا وده في الجبهه الاماميه، عشان كده محتاجين المتطوعين. وان مجموعه رينجي والباقي اشتروا الشاره الرسميه من بوري، وعشان تكسب فلوس زيهم لازم تبيع غنائم الوحوش زي الاسنان والمخالب، وعشان كده كل واحد فيهم هيروح نقابه مختلفه. وبيختار هارو ان هو هيروح نقابه اللصوص، وبيقابل البنت دي قائده النقابه، وبنعرف بعدها ان اسمها بارب، وبتقول له ان التدريب هياخد 7 ايام ولما يخلصوا هتديله لقب مناسب ليه. وبعد ما بيخلص بتطلق عليه لقب القط الهرم عشان دايما عايز ينام، وبيتضايق عشان عينيه كده من ساعه ما اتولد. المهم بنعرف بعد كده ان موج بقى محارب ورانتا فارس ظلام، ويومي صياده وشيهو ساحره وماناتو كاهن، وبيتجمعوا كلهم مره تانية وبيحكي كل واحد اخباره. وبعدها بينادي عليهم ماناتو عشان يتحركوا قبل غروب الشمس وقبل ما الليل يجي. ولما بيروحوا الغابه بيراقبوا الوحوش بس ما بيقدروش يهجموا عليهم بسبب عددهم الكبير، وده كان اليوم ال13 ليهم في عالم جريمجار. وبعدها بيناموا كلهم في المكان ده، وبيصحى هارو في نص الليل وبيلاحظ ان ماناتو مش موجود، ولما بيطلع يشوفه بره بيلاقيه راجع، وبيعرف ان هو كان في حانه اسمها حانه شيلي واللي بتكون على طريق هانازونو وفيها كتير من المتطوعين، وان هو كان بيجمع المعلومات من هناك، وبيتفقوا يروحوا مع بعض المره اللي جايه. وبيسالوا ماناتو عن نقابه اللصوص، فبيقول له هارو ان الحياه هناك كانت قاسيه جدا والمعلمه خطيره بس كانت جميله. فبيضحك ماناتو وبيقول له ان المعلم بتاعه كان عجوز وكان عنده لحيه وكان صوته عالي جدا. ولما بيخلصوا كلام بيبص هارو للسما وبيلاحظ ان القمر لونه احمر، وبيقول انا مش عارف انا فين ولا جيت منين، بس اللي اعرفه ان المكان اللي جيت منه ما كانش فيه القمر لونه احمر. المهم تاني يوم بيروحوا كلهم للمكان اللي عرفوا ماناتو في الحانه، وبيلاقوا فيه جوبلين واحد قاعد جنب البحيره، وبيحطوا خطه انهم يهجموا عليه كلهم مره واحده. وبيستعجل رانتا وبيجري ناحيه الجوبلين على طول، فبيلحقوا هارو بسرعه وبيروح يقاتل مع صاحبه الوحش ده، وبيتدخل الباقي بعد كده، بس كلهم بيكونوا متوترين جدا وخايفين من الجوبلين. وبعد قتال كبير بينجح رانتا وبيطعن الجوبلين في ظهره، واول لما بيطعنه بيفضل الجوبلين يصرخ من الالم وبيروح ناحيه هارو وبيطعنه طعنه قويه جدا، بس بيتمالك هارو نفسه وبيطعن الجوبلين وبيساعدوه باقي الفريق، وبيقضوا بعدها على الوحش. وبعد كده ماناتو بيعالج اصابه هارو وبيهجم عليهم الوحش مره تانية، والظاهر كده ان هو كان بيمثل عليهم عشان يحاول يهرب منهم، وبيمسك رانتا السيف وبيفضل يطعن في الجوبلين كذا مره، وبعدها بيقعد على الارض وهو مش مصدق اللي حصل، وبيتصدم هارو هو كمان من اللي حصل بسبب منظر ايده، وبيرمي بعدها
السيف، وبعدها بيروحوا السوق وبيبيعوا الحاجات اللي طلعوها من الجوبلين وبيكسبوا فلوس، بس الفلوس مش كتير. وبعد ما بياخدوا الفلوس بيقسموها بينهم وبيقرروا يتفرقوا عن بعض، وبيتمشوا شويه وبيشتري كل واحد الحاجه اللي هو عايزها. وبعد ما بيخلصوا بيتجمعوا مره تانية وبيروحوا. وبالليل مش بيقدر بطلنا ينام، وبيفضل يفكر في المستقبل والعالم اللي هو عايش فيه هو واصحابه، وبيبقى نفسه يفتكر اي حاجه من ماضيه. وبيتكلم مع مناته شويه، وبيلاقي رانتا هو كمان صاحي. وبعد كده بيلاقي صاحبه موج في المطبخ بيطبخ لهم. المهم ان تاني يوم بيروحوا الغابه عشان يصطادوا اي جوبلين، بس للاسف الجو مش بيبقى احسن حاجه وبيبقى ممطر جدا وما بيعرفوش يصطادوا اي حاجه. وبتعدي الايام على الحال ده لدرجه ان لبسهم بيبوظ، وبعد فتره بيبداوا يصطادوا جوبلين من تاني وبينجحوا المره دي يصطادوا اسهل عن المره اللي فاتت. المهم بيكملوا مع بعض وعلاقتهم بتقوى اكتر واكتر، والدنيا بتلعب معاهم شويه وبيبداوا ياكلوا الاكل اللي هم عايزينه ويشتروا كمان هدوم جديده. وبنكتشف بعد كده ان شيهو معجبه بهارو بس مش قادره تقول له عشان هي بتتكسف جدا. وبيعدي 20 يوم على وجود الابطال في العالم ده، وبيقعد هارو يسن السيف بتاعه وبيقول لمناته ان هو لازم يخلي الاسلحه بتاعته في حاله كويسه على طول. وبيدخل عليهم رانتا وهو جايب اكل كتير، فبيقول له هارو الاكل ده ممكن يبوظ قبل ما ناكله. فبيضحك رانتا وبيقول له هديهولك لو باظ. وبيقول لهم مناته ان مفيش مشكله يشتروا اكل او هدوم، بس هو كان بيفكر يجمع فلوس عشان يتعلموا مهارات جديده. وبيقول رانتا ان مهاراته كويسه جدا لحد دلوقتي. وبيلاحظ تمثال الجوبلين اللي موج عمله وبيعجبه جدا، وبيقول ان هو ممكن يبيعه، بس موج بيقول له ان هو عمله كهوايه ومش عايز يبيعه. وفي اخر اليوم بيقعد مناته يكتب مذكراته وبيشكره هارو على كل اللي عمله، بس مناته بيقول له ان هو اللي عايز يشكرهم على صداقتهم ليه. وبيبقى مناته حاسس ان هو مش صاحب كويس، بس هارو بيقول له ان هو لو ما كانش موجود في اسوأ الحالات كان هيحصل لهم حاجه. وبيرد عليه مناته ينضم لمجموعه تانية عشان يكون علاقات اكتر، بس هارو بيقول له ان هو مش حاسس ان هو ممكن يطلب الطلب ده من حد. وبيبادلوا مناته نفس الشعور، وبيطمنوا بطلنا ان مش مهم كنت ايه قبل كده، المهم مناته بيعاملهم دلوقتي ازاي. وبيساعدهم القائد بتاعهم. وبيناموا بعد كده وبنشوف شيهو وهي ماسكه اسوره فيها القمر الاحمر ومش عارفه تنام. وتاني يوم بتروح شيهو مع مناته عشان يجيبوا الاكل، وبيقف مناته ياكل الطيور، وبتبقى شيهو خايفه تاكلهم بس مناته بيشجعها. ولما بتيجي الطيور تاكل بتخاف شيهو جدا وبترجع لورا وبتقع، بس لحسن الحظ مناته بيلحقها. وتاني يوم بيخرجوا كلهم للقتال والتدريب مره تانية، والمره دي بيبقوا اقوى من المره اللي فاتت بكتير. وبيقول هارو ان كل واحد فيهم بيحاول يتطور في النقابه بتاعته. مثلا مهاره يوم الجديده هي القطع القطري، وانها اختارت تتعلم مهارات السيف بدل القوس، وان شيهو قررت تتعلم عنصر الظل. اما مناته فكانت مهارته هي التحطيم، ودي مهاره بيحتاجها الكهنه عشان يداووا الجروح. المهم بعد كده انهم بيخلصوا مهمتهم وبيقرروا يروحوا، ومناته بيبقى هو اللي ماشي بيهم عشان هو القائد وبيوجههم للطريق الصحيح. وبيلاحظ هارو ان في جوبلين بيصوب على مناته، وبيجري بطلنا بسرعه وبياخد الضربه عن القائد بتاعه. وبيلاقوا ان في مجموعه كبيره من الجوبلين في المكان، وبيعالج مناته جرح هارو، وبينجحوا كلهم يهربوا من الوحوش دي. بس للاسف بيتصاب مناته، وعشان ما يقلقهمش عليه بيقول لهم ان هو كويس بعد ما بيوصلوا لمكان امن. وبعدها بيقع مناته على الارض وبيموت، وبيوجه اخر كلماته ليهم وبيقول لهارو ان هو بيعتمد عليه وهو القائد الجديد للمجموعه. ورغم كده بياخدوه معاهم للكنيسه، وبيجري هارو على الكاهن وبيطلب منه يساعدهم بسرعه، ولكن للاسف بيقول لهم الكاهن ان هو خلاص مات ولازم يعملوا له جنازه كويسه وقدامهم 5 ايام، ولو مش معاهم فلوس ممكن هو يدفع لهم. بس هارو بيرفض وبيقول لهم ان مناته بالنسبه لهم صديق. وبعد كده بيقعدوا كلهم جنب القبر وهم زعلانين جدا، وبيقرر رانتا ياخد حاجته ويمشي، وبيقول لهم لحد امتى هنفضل قاعدين هنا. فبتقوم يومي وبتضربه بالقلم وبعدها بتبكي، وبيقرر رانتا يمشي في الاخر. وبيجي الليل وبنشوف رانتا في نفس الحانه اللي مناته كان بيروحها، وبيدخل عليه هارو وموج، وبيعرفهم رانتا ان هو ما عادش هيغامر معاهم تاني. وبيتخانق هارو معاه وبيفضلوا الاثنين يزعقوا لبعض، وبيوقفهم موج وبيقول لهم اقعدوا ساكتين واحترموا ان صاحبنا لسه ميت. ساعتها هما الاثنين بيستغربوا لان موج عمره ما اتعصب بالشكل ده، وبيحاول كل واحد فيهم يهون على التاني. وبيدخل عليهم واحد من ضمن الناس اللي كانوا موجودين في اول يوم جم فيه للعالم ده، والولد ده بيكون اسمه كيكو. المهم ان هو بيقول لهم بعدها ان هو اول مره يشوفهم هنا، بس دايما كان بيشوف مناته لوحده، وبيعرفوه ان هو للاسف مات. فبيزعل جدا وبيقول لهم خساره، ده كان شخص طيب جدا، بس دلوقتي لازم تشوفوا كاهن تاني عشان ده شخص مهم جدا في الفريق، وفرقتكم مش هتكمل غير بيه. بس صحيح محدش هيرضى ينضم لمجموعه متدربين، عشان كده انا هعرفكم على واحد ينضم ليكم. وفعلا تاني
وتاني يوم بيعرفهم على الكاهنة دي، وبنعرف بعدها ان اسمها ميري، وبتكون شخصية قاسية جدا وبترد على قد الكلام، ولما بيتصابوا في المعركة مش بترضى تساعدهم وبتقول لهم ينشفوا شوية ويستحملوا، دي مجرد اصابات خفيفة. وبالليل بيقعدوا كلهم في الحانة وبيتكلموا على اليوم بتاعهم ومتضايقين جدا من ميري، وبيلاقوا رينجي دخل عليهم وبيتوجه ناحية الترابيزة اللي قاعدين عليها، وبيقول لهم ان هو عارف ان مناتو مات، وبيديهم عملة ذهبية وبيمشي. والعملة الذهبية دي في جريمنار بتساوي 100 عملة فضية، يعني ثروة كبيرة جدا. بس هارو بيقوم بسرعة وبينادي على رينجي وبيديله العملة بتاعته، وبياخد رينجي رجالته وبيمشي. ولما بيرجع هارو للترابيزة بيلاقي رانتا اتعصب عليه وبيقول له انت عملت كده ليه؟ فبيرد عليه موجو بيقول له لو مناتو كان عايش مستحيل ياخدها. وبيروحوا بعدها البيت كلهم، وبيقرر هارو يروح يتكلم مع يومي وبيتأسف لها ان هو دخل ميري للمجموعة بتاعتهم من غير ما يسألها هي وشيهو، بس هي بتتخانق معاه وبتقول له انها مش متضايقة بسبب كده. وبيفضلوا الاتنين يعيطوا لما بيفتكروا مناتو، وبتدخل عليهم شيهو هي كمان وبتفهمهم غلط، وبيجي رانتا على الصوت وبيتخانق مع هارو، وبتحاول يومي تصحح الموقف بس بتزود المشكلة اكتر. المهم ان موج بيجمع الفريق كله وبياكلوا مع بعض وبيتصالحوا وبيتكلموا كتير على ميري وشخصيتها، وبتقول لهم يومي انها اكيد لسه ما خدتش عليهم وانها شخصية طيبة ومش لازم نتضايق منها. وبيفضلوا يتكلموا لحد لما النهار بيطلع عليهم، وبيروحوا بعدها لكيري عشان يبداوا مغامرتهم الجديدة، وبتستقبلهم كالعادة بقسوة، وبيحاول يومي وشيهو يفتحوا كلام معاها بس من غير اي فايدة. المهم المعركة دي بالذات بتكون صعبة جدا، وبيواجهوا عدد كبير من مخلوقات الجوبلين، وبتلاحظ ان في تطور كبير في القتال وبيقدروا يخلصوا على عدد كبير منهم. وبيتصاب موج اصابة قوية في دماغه، والمرة دي بتتحرك ميري وبتستخدم سحر الشفاء بتاعها وبتعالجه. وبعد كده بيروح هارو يتكلم مع ميري وبيقول لها انت ليه مش عايزة تتكلمي معانا؟ وكالعادة بترد عليهم ميري بكل برود وبتقول له ان كل اللي عليها انها تساعدهم في المهمة بتاعتهم وخلاص كده، ومش مهم يستفيدوا اي حاجة من الكلام معاها. وبالليل بياخد هارو كل اصحابه وبيروحوا الحانة، وفي وسط القعدة بنشوف ميري دخلت هي كمان بس مش بتسلم عليهم ولا بتكلمهم، بس بياخدوا بالهم انها بتتكلم مع واحد وشكل كده وراها لغز كبير، لان الشخص ده معروف ان هو عنده فريق قوي جدا، والفريق ده بيكون فريق ابادة الوحوش وبيسيبوها لوحدها ومش بيرضوا يضايقوها. وبيقعد هارو يفكر في كلام مناتو وان هو دلوقتي قائد المجموعة ولازم يخلي باله منهم، وبيتخيل ان مناتو بينادي عليه وبيتكلم معاه. وتاني يوم في القتال بيفضلوا كلهم يقاتلوا، والمفاجأة ان ميري بتشارك معاهم، وفي طريقهم للرجوع بيقول هارو لموجي يشتري خوذة ولو كانت قديمة عشان ما يتعرضش لاصابات كتير في المعركة، بس هو بيقول لهم مفيش مشكلة انا كويس، ولكنهم بيصروا كلهم على ده. وفي طريقهم بيقابلوا جوبلين وبتهجم عليه ميري بكل شجاعة وبتحمي شيهو، وبيرد عليها هارو تاكل معاهم بس بترفض وبتودعهم. وبيقرر هارو يروح للشخص اللي ميري كانت واقفة معاه، وبنعرف ان اسمه شينوهار عشان يعرف منه قصتها وليه هي بتعمل كده. فبينادي على الشخص ده وبنعرف ان اسمه هاياتشي، وبيقول لهم ان هو احسن واحد يقول لهم لان هو كان في نفس المجموعة اللي فيها ميري، والمجموعة دي مكونة من مجموعة محاربين واللي هم انا وميتشيكي والساحرة موتسومي واللص اوكو والكاهنة ميري، وان هم كسبوا الشارع بعد ايام قليلة وبعد ايام من صيد الوحوش بمنجم صايرين. وميري كانت دايما متفائلة وبتضحك برغم اي حاجة اتعرضوا ليها، ولما الخطر قرب من موتسومي واوكو كانت بتساعدهم لوحدها وكانت ب100 راجل زي ما بيقولوا. وفي الطابق الخامس قابلوا عملاق الكوبر واسمه ديسبوتو، وكان المفروض يهربوا لما شافوه، ووقتها الوحش ضربه وفقد بعدها الوعي، ولما صحي فضل يزعق لميري عشان تعالج اصحابه بسرعة، وبتتأسف له ميري وبتقول له انها لسه مش جاهزة لاستخدام السحر. وفي اليوم ده فقدوا 3 من اصحابهم، ومن الوقت ده وهي ما عادتش بتضحك ودايما بتلوم نفسها على اللي بيحصل. وقتها ميري بتفضل تتأسف على اللي حصل وبتعيط، وبيقرر ميتشيكي صاحبهم يضحي بنفسه وبيروح يحارب الوحش، وبيخرجوا كلهم بره بعدها. وبيقول هاياتشي ان لحد دلوقتي هو مش عارف ازاي خرجوا من المكان ده، وبعدها بفترة انضم هو وشينوهار لمجموعة الاوريون، بس ميري مشيت بعدها على طول وانضمت لكذا مجموعة بعدها بس ما قدرتش تتأقلم معاهم، وبيطلب منهم يساعدوها. وبيقول لهم شينوهار ان هم لازم يقدروا اصحابهم الحاليين لان هم مش بيتقدروا بتمن. وكالعادة رانتا لما بيروحوا بيبقى بارد ومش بيتعاطف مع ميري وبيتخانقوا مع بعض، وبيحاول موج يصلح بينهم وبيقول له انهم لازم يعتبروا ميري صديقتهم لان هم كمان مروا بذكريات صعبة زيها. وتاني يوم بيكون الجو ممطر جدا، وبيلاحظ هارو الجوبلين اللي قتل مناتو ماسك السيف بتاعه، بس يومي بتمنعه يخاطر بحياته مرة تانية، وبيقرروا يمشوا وراه يمكن يعرفوا مكانه، وبيستخبوا في المكان ده لحد لما المطر يخلص. وبيقول هارو لميري ان هو عايز يتكلم معاها، وبيحكي لها عن مناتو وان هو كان الكاهن بتاعهم وكان بيعالجهم كلهم لو اتصابوا بخدش بسيط، ولما هو مات ما كانوش عارفين يعملوا ايه بس كان لازم يستمروا، بس في الاصل مناتو هو اللي جمعهم، وبكده بقوا اصحاب وبيتفقوا كلهم انهم هيبقوا اصحاب من النهارده. ورغم كده مش بترضى ميري تشاركهم الاكل ولو هم رايحين يشتروا الخوذه كمان، وواضح انها لسه متاثره باللي حصل. وبيمشوا بعدها كلهم عشان يجيبوا خوذه الموج، وبتستمر الايام على قتالهم للوحوش. وبيقول هارو بعدها ان هو حاسس ان المسافه بينهم وبين ميري بدات تروح حاجه، وبيروحوا بعدها الحانه وبياكلوا كلهم مع بعض، وبيستمروا في القتال
كالعاده. وبيقول هارو عن يومي ان بفضل مهارتها بقت تقدر تتجنب هجمات العدو بسرعه كبيره جدا. ووقت النوم بيفتكر هارو لما كان بيقعد مع مناته وبيواسيه دايما وبيشاركوا كل حاجه، وبيقول لنفسه مش مهم هما جم منين، المهم انهم صحاب وعايشين مع بعض. وبيتخيل ان مناته شايفه بيقول له انهم بقوا احسن بكتير من الاول، وبيرفع ايده في السماء. وتاني يوم بيحطوا كلهم ايديهم في ايد بعض، وبيقول لها هارو ان هو مش هيسمح لحد بان هو يقل منهم بعد كده. وتاني يوم بيهجموا كلهم على مملكه الجوبلين، وبيصطادوا واحد ورا التاني بكل سهوله. بس واحد من الجوبلين بيصيب يومي، وبيجري هارو يلحقها بسرعه وبيقتل الجوبلين بعدها. وبتقدر ميري بعدها تشفي يومي من جرحها، وبيكملوا قتال. وبيتبقى بعد كده عدد قليل جدا من الجوبلين، وبيتعامل رانتا وهارو معاهم. بس المفاجاه ان المره دي ميري بتتصاب بسهم في ظهرها، وبيجري هارو على الجوبلين اللي ضربها وبيتخانق معاه، بس يومي بتلحقه وبيهرب بعدها الجوبلين، وبيقدروا يعالجوا ميري. وبعد فتره بيروحوا كلهم لقبر مناته، وبيقولوا له انها كانت صحبه قصيره بس كانوا مخلصين وبيحبوا بعضهم جدا. وبيحطوا قدام قبره سلسله ليه، وبيقولوا له ان ميري كمان دفعت فيها. وبيقول هارو انهم اخيرا بقوا مجموعه واحده وبيمشوا مع بعض. وبيمشي هارو مع ميري وبيسالها ان كان الجرح بتاعها كويس، فبتطمنه ان هي عالجته بالسحر وبقت كويسه. وبيتمشوا بعدها مع بعض وبيوصلها هارو لبيتها. المهم تاني يوم بيقضيه بطلنا مع اصحابه لان هو كان اجازه اصلا، وبيحضر لهم موج الاكل وبيشربوا الشاي مع بعض. وبيروح هارو عند شيهو يطمن عليها، وبيلاقيها بتاكل الطيور وما عادتش بتخاف منهم زي الاول. وبيشوفوا شروق الشمس مع بعض، وبتقول له شيهو ان هي عايزه تكمل معاه في المجموعه. وبعدها بيروح يشرب الشاي مع ميري واللي بتبقى بتقرا كتب في الوقت ده، وبيتكلموا مع بعض شويه وبيفكروا يروحوا للمسكن هي والبنات. وبتقول له ميري ان هي ليها ذكريات في المسكن ده، وبيستنتج هارو انها كانت في المكان ده مع اصحابها قبل كده اللي ما عادش ليهم وجود. وفي الوقت ده بيبقى رانتا قاعد في مركب في البحيره، ويومي كانت بتتسلق الجبال، وموج نايم وهارو مع ميري وبيتفرجوا على شروق الشمس. وبعدها بيقعدوا في الحانه، وبيعرفوا ان في وحوش تانية في منطقه اسمها دمرو، وبيخافوا يروحوا لهناك ويرجعوا من غير اي غنائم. وبيفكروا يروحوا لنفس المنجم اللي ميري واصحابها راحوها قبل كده. وبيتحمس رانتا جدا بسبب اللي قاله، على عكس هارو اللي بيبقى خايف من الفكره دي. وبيقول لهم انهم لازم يفضلوا بعاد عن الوحوش ويغيروا الاماكن من فتره للتانيه. فبتتعصب ميري جدا وما بتقدرش تاخد نفسها لما بتسمع الاسم ده، وبتخرج وبتسيبهم. وبيروح هارو وراها وبيلاقيها واقفه لوحدها وبتكون بتبكي. وبيحاول هارو يخفف عنها، وبيقول لها انهم لازم يتخطوا الماضي ده. بس ميري بتقول له انها مش عايزه تتخطاه، وانها هتكون سعيده لو راحت معاهم عشان هم اصحابها. وبيقرروا بعدها يستعدوا بشكل كامل عشان يروحوا للمنجم ده، زي انهم يجهزوا الاسلحه وتطوير مهارتهم. وبيقول ان هو دفع 40 عمله فضيه عشان يتعلم عن الهجوم المفاجئ. وبيروح للمعلمه بتاعته عشان تدربه مره تانية، وبتفضل تدربه على مهارات مختلفه وجديده. وتاني يوم بيتوجهوا لسيرين وبيقابلوا الوحوش وبيقاتلوا بكل شجاعه. وبيلاقي هارو رانتا مش عارف يقاتل الوحش، وبيقرر يساعده. بس رانتا بيقول له يبعد، وبيطلق مهاره بتسبب الخوف للعدو وبتسلب منه القدره على تحكيم افعاله، وبيقدر يخلص عليه فعلا. وبيروح هارو لميري وبيلاقيها قاعده جنب انثى الوحش، وبتقول له ان لقبها تلسيمه، وان كل الكوبر بيمتلكوا تلسيمه. والكوبر اللي بيعيشوا بالمستوى الاول بين الكوبر بيعاملوهم زي الغرباء وبيسموهم المتطوعين، ودي هي الفئه المنخفضه. وبيقول هارو انهم بيشبهوا الكوبر دي لانهم في الاول وفي الاخر شويه متدربين مش اكتر. وبيقرروا يكملوا لان الكوبر مستويات، كوبر منحطين وكوبر عاديين وكوبر زعماء. وبينزلوا بعدها لاول مستوى وبيلاقوا الكوبر نايمين، وبيفكر رانتا يقضي عليهم بس هارو بيمنعه. وبيكملوا طريقهم، وبنعرف ان مهاره شيهو الجديده هي انها تشل حركه العدو. وبتقول لهم ميري ان كل ده مش حاجه تذكر لان في المستوى الثالث هيقابلوا الزعماء. وبيقرروا يرجعوا البيت ويكملوا تاني يوم. وبالليل بيبقى هارو مش قادر ينام، وبيفضل يسال نفسه ايه الفرق بينه وبين مناته، وعشان كده بيتكلم مع رانتا وبيساله عن المجموعه. فبيقول رانتا ان هو بيقوم بدوره بشكل كويس، وبيسال هارو عن نقاط ضعفه. فبيتوتر هارو جدا ومش بيقدر يقول حاجه، وبيتوه في الموضوع. وبيقول لرانتا وانت هقول لك ليه اصلا عن نقاط ضعفي. فبيرد عليه رانتا انهم يقدروا يكرهوه زي ما هم عايزين، بس ده مش هيمنعه يقوم بدوره في المجموعه. وبيروح ينام بره، وبيصحى على صوت يومي بتتدرب على استخدام السكين. وبيقول ان سحر ميري الجديد هو لوميارس، ومدته قصيره جدا، وبيبطئ حركه العدو، وعملت كده عشان تساعد موجو والباقي في المقدمه. وبعدها بيخلصوا قتال وبيروحوا المكان شبه الارض الزراعيه، وبيلاقوا مخلوقات صغيره. وبيقرروا بعدها يمشوا عشان في المستوى الرابع لو ما قدروش يقتلوا الكوبر في اللحظه دي هيسمع باقي الوحوش صوتهم، وهتبقى في فوضى كبيره، وبيكون اسمهم ديد سبوت. وبتبقى ميري متوتره ومرعوبه حرفيا، وبتفتكر ميري ذكرياتها مع اصحابها لما نامت مره في الغابه. وبيصحيها اوجو وبيديها هياتشي السيف. وبيبقى ده نفس اليوم اللي راحوا فيه المنجم سيرين. وبيقول لهم هياتشي ان في مجموعات كتير هتسبقهم عشان كده مش عايزين يخسروا قدامهم. فبتقول له ميري ان كل حاجه عباره عن تحدي بالنسبه له. فبيسالها هياتشي عندك اعتراض؟ فبترد عليه ميري بتقول له لا، وبيأمرهم هياتشي يمشوا وراه. وبتفتكر ميري لما كانت قاعده مع هارو، وبيقول على رانتا ان هو صعب شويه في التعامل بس بيحبه. وفي الوقت الحالي بيسال هارو ميري اذا كانت كويسه، وبيقول هارو ان
اول حاجه حس بيها لما نزل المستوى الخامس هي الحراره، على عكس الجو الجميل في المستوى الرابع. بس في المستوى الخامس الموضوع مختلف تماما، وبتقول له ميري ان هي هتدلهم على بئر تاني يرجعهم للمستوى الرابع. وبيستنتج هارو ان ده المكان اللي ماتوا فيه اصحاب ميري، وللاسف مستحيل ينزلوا من هنا من غير ما يكشفوهم. وبينزل هارو على الكوبر اللي بيحرس المعبد وبيخلص عليه، وبعدها بيروحوا للمكان ده واللي شبه المعبد، وبتلاقي ميري العصايه اللي كانت في ايديها وبتتاثر جدا. وبعدها بتقابل اصحابها اللي اتحولوا لوحوش وبتكلمهم بس مش بيردوا عليها وبيبداوا يهاجموها. وبتقرر ميري تكون في المقدمه المره دي، وبيقول هارو ان ميري اتعلمت سحر الديسبر وده بيزيد لعنه اللا حياه. وبيبداوا كلهم يقاتلوا مع ميري بس بيبقوا اقوياء بدرجه كبيره. ووسط القتال مع موتسومي بيسكت الهيكل بتاعه، فبتقرب منه ميري وبتعيط، وبيتحول بعدها كل اصحابها لرماد. وبتشكر ميري المجموعه لانها قدرت اخيرا تحرر ارواح اصحابها. وبيقعدوا يتكلموا مع بعض وبيقرروا يتعلموا مهارات جديده، زي شيهو اللي هتتعلم اكتر عن السحر، ورانتا اللي هيطور تقنيه خاصه بيه هو بس، ويومي اللي بتقرر تشتري كلب يحرسها. وفجاه بيهجم عليهم وحش ديد سبوت كبير جدا، وبيحذر رانتا هارو وبيقول له بص قدامك. وبيفضل الديد سبوت يصرخ لحد لما باقي اصحابه يجوا، وبتحاول المجموعه تهرب باقصى سرعه عندها، وبيدافع عنهم موج باستخدام دفاع المحارب، وبيتحاصروا من كل ناحيه وبيدوب الخشب اللي واقفين عليه. وبيقول رانتا لهارو يهرب بسرعه، وبيرجع هارو للمجموعه وبيقول لهم يهربوا هما وهو هيرجع عشان ينقذ رانتا. بس ميري بتقول له ان الاحسن يروحوا المستوى الثالث وينظموا نفسهم ويهربوا من هناك. وبنرجع بعد كده لرانتا اللي بيبقى بيحارب الديد سبوت، وبيقرر هارو يرجع له مره ثانيه، وبتروح مع ميري وموج. وبيقدر رانتا يتخلص من كل ده باعجوبه، وبيروح ناحيه المخلوقات الغريبه وبيستخبى وسطهم ومش بيلاقوا الوحوش وبيمشوا على طول. وبعدها بيستدعي رانتا الكائن ده واللي بيفضل يهزقه شويه، وبيطلب منه رانتا يخرجه من منجم سيرين باي طريقه. وبتعالج ميري هارو من جروحه، وبعدها بيبداوا يراجعوا الاولويات بتاعتهم مره ثانيه. واول حاجه انهم يرجعوا كلهم احياء وينقذوا رانتا، وهنبذل جهدنا بس مش هيتهوروا. وبتنهار يومي بعدها وبتقول على الرغم ان رانتا قاسي ودايما بيتنمر عليها، بس هي مش عايزه تكون وحيده مره ثانيه. وفي نفس الوقت بنشوف وحش الكوبر قرب من المخلوق الغريب وطعنه وقدر يهرب. وفي نفس الوقت بيستعد هارو واصحابه عشان يحرروا رانتا، وبيتمنى ان هو يكون لسه عايش. وبعد ما بيهرب رانتا بيستخبى في المخزن ده، وبيفضل المخلوق اللي استدعاه يرخم عليه، وبيسمعوا الوحش وبيهدم الخشب عليه. وبيجري رانتا وبيقابل هارو بعدها وبيحضنه. وبتتعامل ميري وموج مع باقي الوحوش، وبتأمر ميري الضوء ان هو يرجع لحمايه لوميرز. وبتطلق يومي مجموعه من الاسهم على الوحوش عشان تشتتهم، وبيجي هارو من ورا وبيخلص عليهم كلهم بسرعه. وبيتفق هارو بعدها ورانتا لاول مره، وبيقاتلوا مع بعض، وبتساعدهم شيهو بالسحر بتاعها. وبعد ما بتخلص المعركه بتعالج ميري رانتا بالسحر بتاعها، وبتفرح يومي انهم انقذوا رانتا. بس رانتا بيغلس عليهم كالعاده، وبيقول ان هو مش فرحان عشان شافهم. وبينده عليهم هارو عشان يرجعوا لاورتانا مره ثانيه. وبيقول موج ان اليوم كان طويل جدا، فبيقول هارو ان اليوم لسه ما انتهاش. وبيقول هارو لنفسه ان هو مش عارف ايه نقاط الضعف بالنسبه له، بس اللي يعرفه انه لو كانت الامور بتمشي بشكل كويس فده اهم حاجه. وحتى هو ورانتا لو كانوا ماشيين بشكل كويس فمش مهم الخلافات اللي بينهم. وبتقاطع ميري تفكيره وبتقول له انها لازم تتامل عشان تقدر تستخدم السحر بتاعها كذا مره. فبيقرر هارو انهم لازم يخرجوا بره المنجم عشان ما يجذبوش الكوبر المنحطين مره ثانيه. بس فجاه بيسمعوا صوت، وبيطلع الكوبر اللي هاجم رانتا قبل كده، وبتزعق فيهم ميري وبتقول لهم ان الديد سبوت مش سهلين ولازم يكونوا حذرين. وبيقول رانتا انه بيعتمد عليه، وبينزل هو والكوبر من ارتفاع عالي جدا. وبتبقى ميري عايزه تنزل تنقذه، بس رانتا بيمنعها. وبيوجه رانتا رساله لهارو ان هو ما يستسلمش وبيسيبه وبيمشي. وبيربط هارو جرحه وبياخد سيفه، وبيرجع يحارب وحش الديد سبوت مره ثانيه. وبيلاحظ ان الديد سبوت بيتحرك ببطء، وبيخلع السلسله اللي في رقبته وبيرميها على الارض. وبيستغل الفرصه وبيديله ضربه بالسيف بيخلص عليه، وبيفقد الوعي بعدها. وبيصحى وبيلاقي ميري في وشه، وبيفتكر ان هو مات. وبتفضل ميري تضحك على كلامه وبترحب برجوعه. وبيطلعوا بره وبترحب بيه يومي هي كمان، وبيعمل له موج شوربه وبيسالهم عن اللي حصل. فبيديله رانتا الفلوس وبيقول له ان الجايزه 30 عمله ذهبيه. وبيقول له موج ان رانتا قرر ياجل تقسيمها لحد لما انت تفوق. وبتقول له يومي ان هو القائد بتاعهم فعلا. وبيفضلوا يضحكوا مع بعض. وبعدها بنشوف بوري بيقطع الورقه بتاع المغامرين اللي على الحيطه، وبيروح هارو يقف لوحده. وبتجيله ميري وبتديله السلسله اللي جابها في قتاله مع الديد سبوت، وبتقول له انها صلحتها، وبتلبسها له في رقبته. وبيقول هارو ان الوزن الخفيف والاحساس بيخليه يحس بالهدوء، وده شعور غامض بالنسبه له. وبيقول لميري ان هو اخيرا رجع بجد. وبنشوف معلمه هارو نايمه في الغابه، وكمان الكاهن اللي راحوا له عشان يعالج مناته في الكنيسه. والحياه ماشيه زي الفل. وبياخد رانتا هارو الحانه عشان يحتفل بيه وسط كل المغامرين. وبتنضم لهم ميري المره دي، وبيروح له رينجي هو كمان وبيتاسف له على اللي حصل منه يوم موت مناته. بس هارو بيقول له مفيش داعي تعتذر، انا اللي ما قدرتش اتقبل موت مناته في الوقت ده. وبيشكره بعدها. وبيقول رانتا بكل فخر ان المشاريب النهارده على حسابهم. وبيروح هارو لقبر مناته، وبيقول له ان في حاجه عايز يساله عليها. وبيقول له لما قلت انك قائد الموضوع ما كانش صعب عليا في وجهه نظرك، وان انا ممكن اكون مش قد المسؤوليه. فبيضحك مناته
مناته بيقول له ان طوله زاد شويه، وبيفهم هارو ان هو مختلف عن امبارح واللي قبله بيتطور على طول، وان احنا يوم بعد يوم بنستمر في الحياه. وبيوعد مناته ان هو هيرجع مره تانية، وبيرجع للمسكن بتاعهم، وبيقول لنفسه ان هو طول ما هو موجود في العالم ده عنده ذكريات بتتلاشى، وبيسال نفسه الذكريات دي جت منين، وبيقول ان الموضوع ده كان في الاول مقلق ومزعج، بس دلوقتي الموضوع بقى مختلف. الشعور اللي بيحسه والهواء اللي بيتنفسه كل حاجه مختلفه، ودي كل حاجه بالنسبه له. والحاجات اللي مش عايز ينساها هي اصحابه وذكرياته معاهم. وبيدي امر بعد كده لاصحابه يمشوا، وبيستعدوا لمغامره جديده. وهنا بتنتهي حكايه البطل هارو. لو عجبك الملخص ما تنساش اللايك والاشتراك عشان ده بيشجعنا استمر. وفي النهايه ما تنساش صلي على النبي. اشوفكم في حكايه جديده، والسلام.